هناك مؤامرات سواء ضد المنتخب الجزائري أو ضد منتخب آخر. المغاربة هم الأكثر قوة داخل دهاليز الكاف، المغاربة يتحكمون في الكاف ولها تبعاتها، وهذا أمر عادي وطبيعي. قلت لك دائما منتخب البلد الذي يتحكم في دهاليز الكاف يستفيد أكثر من غيره من أمور تدار تحت الطاولة بدون ذكر التفاصيل. هناك مؤامرة ضد المنتخب الوطني تحاك في هذه الكأس الإفريقية. حاكم هذا معروف على لمن يمشي لرئيس الجامعة الملكية. كيف فهم باللي كاين مؤامرة لتحطيم الفريق الوطني باسكو هما على بال كيفاش كاينه حاجه ديال ضحك الخوت. واحد الفيديو خطير، الاعلام الجزائري قالوا لك بان المغرب دار لهم المؤامره في مباراه الجزائر وموريتانيا اليوم. نخليكم مع هذا الفيديو الخطير ونعلقوا عليه. هناك مؤامرات سواء ضد المنتخب الجزائري او ضد منتخب اخر. قلت لك دائما منتخب البلد الذي يتحكم في دهاليز الكاف يستفيد اكثر من غيره من امور تدار تحت الطاولة بدون ذكر التفاصيل. طالبنا بركلة جزاء من لمسة يدي، أنا متأكد أنها ركلة جزاء، هذيك متأكد 100% أنها ركلة جزاء. كاين لقطة أخرى، اللاعب كان يجري على اليمين في منطقة العمليات مع الجري، أنت تكون تجري تحرك يديك، حرك يدو هكذا قاستو الكرة هذيك تولي السلطة التقديرية للحكم. يقدر المشكلة ليست في هذا. أمين. المشكلة ليست في هذا. نعم. يعني احنا قلنا لو حكم الفار نادى الحكم الساحه خلاص المشكله امين، انه حكم الفار خلاص عمل العمل تاعو، نادى الحكم الساحه نبهه بوجود خطا. المشكله انه حكم الفار الذي وظيفته الاساسيه امين هي مراقبه هذه اللقطات التي يتغافل عنها الحكم وتنبيه الحكم. هذا حكم الفار لا يقوم بواجبه، وما تقوليش ما شافش اللقطه امين. محمد اذا المخرج يشوفها والجمهور يشوفها وانت اللي وظيفتك الاساسيه ما تشوفش اللقطه امين. ونزيد لك حاجه امين، يمكن ان لا يراها في تلك اللقطه، لكن بعد احتجاج اللاعبين ومطالبتهم بالعوده الى الفار على الاقل تروح تتاكد. شوف هذوك راني معك محمد، انا واش حبيت نقول لك محمد، علاش نقولوا نظريه المؤامره؟ لو كان مثلا نعطيك مثال، لو كان حكم الفار نادى الحكم الساحه وحكم الساحه راح شاف اللقطه وقال ليست ضربه جزاء، انا نقولوا باللي حكم الفار دار الوظيفه تاعو وحكم الساحه هو الذي يقرر في الاخير. اما انه يا امين حكم الفار لا ينبه ابدا حكم الساحه، هنا اللي تدخلك الشكوك. رئيس الفاف وليد صادق، هناك مؤامره ضد المنتخب الوطني تحاك في هذه الكأس الإفريقية. لدي سؤال واريد اجابه واحده بدون دبلوماسيه رياضيه، هل هناك حقا مؤامره تحاك ضد المنتخب الوطني في كوت ديفوار؟ نعم او لا عمر؟ نعم. ضربه جزاء. ضربه جزاء. شفنا المقابله كان يعني بعد ما شفنا المقابله شفت اللقطات، ضربة جزاء تاع بونجاح، ضربة جزاء محمد. ولو الحكم الرئيسي ما شافاش خاطر كان يشوف في بالليلي، ولكن كان الحكم تاع التماس كان يشوف في المدافع الحكم الرئيسي كان التي بالليلي، ولكن الحكم تاع التماس شاف كلش. يعني ما عنده يجي يتكلم معاه بالميكرو، عنده الرايه يجي يرفدها ويقول له كاين خطا، وكاين الفار كان لازم عليه يتدخل. لماذا لم يتدخل؟ هنا كاين المشكل، لماذا لم يتدخل كاين المشكل. لماذا لم يتدخل قاسي؟ علاش؟ مانيش عارف. ما هي مهمة الفار؟ هل كانت عنده تعليمات؟ هل مهمة حكم الفار شرب القهوة والشاي وعدم الانتباه للقطات؟ هل يمكن أن يغيب على النظر حكم الفار لقطة مثل هاته؟ يا أخي العزيز كان هناك اعتراض واضح لبونجاح. إذا كانت عنده تعليمات باش ما يتدخلش محمد، خاصة يعني اسمح لي بك عمر، الحاكم هي معروف على لمن يمشي لرئيس الجامعة الملكية. كيف محمد دوك كلش باين. انا هذا الحكم شفته في مقابله تنزانيا ضد المغرب في تصفيه كاس العالم، كيفاش اعطى ضربه جزاء في الخمس دقائق الاولى، ضربه جزاء خياليه، وكيفاش خرج ضربه جزاء للمغرب ضربه جزاء خياليه في تنزانيا، وكيفاش خرج احسن لاعب تاع تنزانيا، يعني خلاهم تقريبا خرج ببطاقه حمراء. المشكل الان ليس في حكام الساحه محمد، منذ انطلاق الاخطاء ما تكونش في الملعب ولا في حكم الساحه، المشكل في غرفه الفار. غرفه الفار هو انسان يتحكم فيها، انت تتحدث ماشي كيما في كاس العالم الكره فيها يعني منبه داخل الكره، كي تدخل الكره تجاوز الخط يعني تصوني الحكم في الساعه تاعو. لا، الحكم يجب يعني على حكم الفار انه يبلغ حكم الساحه باش يعاود يولي الحكم الفار. تغافل عن عمليه اعتراض على بونجاح، فيه مترين بونجاح. الان المغاربه هم الاكثر قوه داخل دهاليز الكاف،
المغاربة يتحكمون في الكاف ولها تبعاتها، وهذا أمر عادي وطبيعي. كيف أمر عادي وطبيعي؟ نعم. كل يغني لليلاه. انت لازم كي تحمل الكاف لازم تخدم المصلحه تاعك، وما راهم يخدموا المصالح تاعهم، هذا امر غير شرعي مؤكد. اليوم شفنا تحكيم يعني كما يقولوا فيسيو يعني والله التحكيم. انا كان عندي امل انه يكون نزيه هذا الحكم، لانه ما تكلمناش عليها حتى الصحافه تاعنا درك ما على باليش، ولا ميم حوايج تاع حقنا ما نديروش حقنا. زعفت على لي جوار ما يريكلاميوش، ما يعرفوش يريكلاميو. نفهم باللي كاين مؤامره لتحطيم الفريق الوطني، باسكو هما على بالك كيفاش كاينه حاجه، على بالك الفرق اللي انت تكون خير منها واش يديروا اون اليونس بيناتهم باش يكسروك، فهمتني؟ اليوم نشوف الكومبورتمون تاعهم في الميدان، هذه مقابله في كره القدم. حنا كنا رياضيين اكثر منهم. كي تشوف انايا كنا ضحيه تحكيم، وتشوف اللاعبين تاعنا كانوا يعني فير بلاي، يعني كانت تروح رياضيه خارقه للعاده، وما ما تكلموا مع الحاكم، ما تقبلوا القرارات اللي كانت يعني غير صحيحه مجحفه. بعد انت تشوف ما نريكلاميوش، هذه وحده. اللي يمسك زمام الامور في الكاف من المفروض يخدم مصالح الكره في افريقيا ان شاء الله باذن الله. واللي على 20 سنه المفروض المفروض 25 سنه 30 سنه لما تقول يخدم مصالحه الشخصيه هذا عمل غير شرعي. نعم دوك يخدموا مصالح الشخصيه، المصالح العامه في افريقيا محمد ان شاء الله. لعبت كثير في افريقيا. لا كوربوراسيون تاع الحكام متحده، ما تنساش واش صرا مع قسامه، واش درنا في قسامه. هذا كاع الشيء راح يخدم ضد المنتخب الجزائري. راح الحكام راح يقول لك هذا المنتخب هاو كاش عامل يديروا لك المشاكل. المدة ضحك الخوت الاعلام الجزائري عاوتاني كيتم فوز القجع والمغرب بالمؤامره والكولسه من بعد المباراه اللي جمعت اليوم بين المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني في كاس افريقيا. وقالوا لك سيدي عاوتاني بان فوز القجع والمغرب وعده شخصيات مغربيه قاموا بالمؤامره والكولسه ضد المنتخب الجزائري طيله المباراه اللي جمعت اليوم بين المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني. يعني نفس الاسطوانه الخوت ديال المؤامرات دائما كيخرجوا بها من بعد اي مباراه، حاولوا انهم يتهموا فيها فوز القجع والمغرب بالمؤامره والكولسه، وقالوا لك بان فوز القجع كيتحكم في التحكيم وكيتحكم في هذا الحكم اللي قاد هذه المباراه ديال الجزائر وموريتانيا. وقالوا لك سيدي بانهم غادي يعترضوا وغادي يدفعوا شكايات للكاف ضد فوز القجع وضد المغرب. وقالوا لك سيدي بان هذا الشيء غير مقبول. يعني الخوت نفس الاسطوانه دائما اي حاجه كيقولوا لك سيدي بان هناك تآمر على المنتخب الجزائري، هناك كولسه، هناك مؤامره. لا هذا الحكم ينتمي الى الضفه ديال فوز القجع، لا فوز القجع كيتحكم في الكاف، لا موتسيبي ماشي هو الرئيس الفعلي ديال الكاف، فوز القجع هو الذي يتحكم في الكاف. الموت ديال الضحك الخوت مع هاد الناس مشى لهم العقل مره واحده وما عمره غيرجع لهم. لهذا متابعينا الكرام بغيتكم تزيدوا هذا الفيديو باللايكات باش نفضحوا هاد العصابه ديال الكبرانات اللي كيهاجموا المغرب وفوز القجع. بغينا نفضحوا عصابه الكبرانات امام الاعلام العالمي. وصلوا هذا الفيديو لاكثر من 10 لايك، كتبوا بزاف ديال التعليقات باش نفضحوا عصابه الكبرانات امام الاعلام العالمي. خليت لكم واحد الفيديو خاطر في اسفل الفيديو في اول تعليق، دخلوا ليه توا زلزلوا باللايكات وبالتعليقات باش نفضحوا عصابه الكبرانات امام الاعلام العالمي، لانهم دائما كيتهموا المغرب.